أهلا، هل تم تشخيصك بمتلازمة جيلبرت؟ دي حالة شائعة بيكون فيها مستوى البيليروبين عالي باستمرار. عادة بيتراوح بين 1 و3 أو 3.5، ومعظم زيادة دي بتكون بسبب الجزء غير المباشر. يعني لو بصيت على تقرير وظائف الكبد بتاعك، هتلقى البيليروبين غير المباشر عالي، والجزء المباشر قليل جدا أو قريب من الطبيعي. وكم الإنزيمات أو مستويات GOT و GPT بتكون طبيعية، فده النمط الكلاسيكي لمتلازمة جيلبرت. طيب إيه هي بالضبط؟ هي حالة وراثية، وبتفضل معك طول حياتك. كل ما تعمل تحليل وظائف كبد هتلقي باليروبين عالي. هل محتاج علاج للحالة دي؟ لا، والسبب إن الحالة دي ما لهاش أي مضاعفات، وكم مش معناها إن الكبد عندك فيه مرض. طيب إزاي بنؤكد التشخيص؟ فيه اختبار جيني اسمه UGT 1A1، وده بصراحة غالي جدا ومش دايما ضروري.